عارف إنك بتدفع نص مرتبك في حاجات ما كنتش ناوي تشتريها أساساً؟ تكون داخل المحل بتقول أنا هخش أتفرج بس ومش هشتري حاجة، تلاقي السيلز طالع لك بابتسامة المافيا وبيقول لك أهلاً يا باشا نورتنا. تخرج بعد 10 دقايق شارب القميص والبنطلون وشربات ملهاش لازمة. تعال بقى فصص لك الخدعة النفسية اللي اتلعبت عليك في ال10 دقايق دول. أول خدعة، جرب بس المقاس يا فندم مش هتدفع حاجة. أول ما تقيس وتشوف نفسك في المراية مخك بيلبس الملكية وبيستخسر يرجعه. الخدعة التانية، الجاكيت ده غالي شوية يا فندم، تعال أوريك حاجة على قد ميزانيتك. هنا هو بيلعب على الإيجو بتاعك فترد بكبرياء هاته، هو ده اللي هاخده. الخدعة التالتة، دي آخر حتة في المخزن وناس كتير عينيها عليها، فجأة يجيلك هلع الفومو وتفتكر إنك لو ما اشتريتهاش حالا حياتك هتتدمر. الخدعة الرابعة، سعر 999 بدل 1000 جنيه، عقلك بيقرأ الرقم من الشمال فيشوف 9 ويعتبرها لقطة وأرخص بكتير مع إنها جنيه واحد. الخدعة الخامسة، اللون ده نزل مخصوص عشان بشرتك يا فندم، يخدر منطقك بالكلمتين دول وتبدأ تقنع نفسك إنك فعلا محتاجه. أول ما توافق يرمي لك الكارت الأخير، طب ما تاخد حزام وشرابات مع الطقم، وتلاقي نفسك بتدفع ضعف الميزانية وانت مبتسم ومطمن. ترجع البيت تمسك الشنط وتسأل نفسك السؤال الكوني: أنا اشتريت ده ليه؟ عشان تحمي نفسك. لو الحتة عجبك جدا اخرج من المحل واستنى 24 ساعة. ثانيا، ادخل بقائمة واضحة بالمطلوب، وأول ما السيلز يقرب قول له شكرا بتفرج بس. ثالثا، احسب سعر اللبس بساعات شغلك، وساعتها هتعرف هل القميص يستاهل تعب يومين ولا فاكس. بكده انت اللي هتبقى سايق اللعبة ومحدش هيلعب بدماغك تاني. حافظ على فلوسك وروق على حالك بدل ما تلبس الشنط في الدولاب. من الآخر كده، ابعت الفيديو ده لصحابك وازرع الفولو وتابعنا عشان تعرف كل جديد.